حضراتكم حبايب قلبي، وان شاء الله يا رب الجميع يكون بألف خير. اليوم حبيباتي حابة احضر مغربية. ابو علي بحبها كتير وانا قليل ما بعملها الصراحة، بقى حبيت اعملهم اياها اليوم. انا مجهزة هون كيلو مغربية، ومجهز البصل ومجهز الفروج. هلا اول اشي بدي اسلق الفروج. انا مغسلته ومنضفته منيح منيح، وبنقعه على طول. بحب انقعه بخل وملح وحامض، بنقعه شي نص ساعة ماكسيموم، وبغسله منيح. برجع بجهزه مشان بدي بلش السلق. هلا بدي هضيف، بحطه على الغاز وضيف المي. وجهزت البهار المغربية، بس اكيد بدي ضيف بعد الكراوية، وبدي ضيف فلفل اسود وقرفة ناعمة. بس بدي احط لي اسلق الفروج. اول شي بدي احط المي لشيل الزفر منه. بشيل الزفر ساعتها بحط المطيبات. بعد ما ضفت المي للفروج، هلا بدي اغطيهم وانطر لحتى لي يغلوا. بس يغلوا بدي شيل الزفر عنهم، ساعتها بضيف لهم المطيبات. وهون انا جهزت الطنجرة. بدي احط تقريبا ملعقتين سمنة كبار. بدي اقلي البصل، بدي خليهم بس شوي انه يتغير لون البصلات، ساعتها بشيلهم. وبدي اضيف المغربية نفس يعني ما مش مشكل انه زيت نباتي او سمنة، ما بيأثر. بس انا بدي اضيف معلقتين سمنة. هلا ضفت معلقتين كبار سمنه. هلا بدي اضيف البصل عليهم وانطر لحتى يتغير لونهم. برجع بشيل البصل، بدي اضيف المغربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عم ضيف في البصل. هلا بدي اقلب بالبصل ليتغير لونهم، بشيلهم يكونوا صاروا تمام. بدي بلش اقلب فيهم، بس يتغير لونهم دغري بشيلهم. حبيباتي هلا في كذا طريقه للمغربيه، بس هيدي كتير سهله. هلا اكيد كل حدا عنده طريقه. بتمنى منكم اذا كمان في عندكم طريقه سهله وطيبه بنفس الوقت، انه اكتبوا لي بالكومنت بالتعليق. ابعتوا لي الطريقه بجربها، ليش لا؟ يعني بصير الواحد بيغير طريقه هو اللي عم يعملها. وهي الطريقه انا عم سويها يعني كمان طيبه بنفس الوقت وسهله. بلش يتغير لونه البصل. انا حبيت احطهم الطنجره غميقه كتير كرمال انه البصل بيطرطش كتير. كرمال هيك حبيت احطهم بطنجره غميقه، لانه كتير عم بيطرطش البصل كتير. بدنا نطلع على الفروج نشوف اذا بلش يغلي. والفروج بلش يطلع الزفر. هلا بدي بلش شيلهم، ما خلي شيء ابدا من الزفر. وبس شيلهم بدي اضيف المطيبات. صاروا كتير تمام هيك. هلا بدي بلش شيلهم وبضيف المغربية. فضي كيس المغربية. انا جايبة مغربية يابسة تقريبا كيلو. من بعد ما شلت البصلات هلا بدي اضيف المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تقريبا 900 جرام بالكيس. بدي اقلب فيهم من بعد ما ضفتهم السمن اللي قليت فيهم البصل. هلا تقريبا بدي اقلب فيهم شي 5 دقايق احلى، كرمال ما يعجنوا، كرمال ما يلزقوا ببعض. هيك احلى. بضلني بقلب فيهم شوي شوي، بقلب فيهم وبخليهم 5 دقايق. كون انا شلت الزفر عن الفروج وبدي اضيف له المطيبات. بدي بلش شيل الزفر. ما بدي اخلي اي شيء. كون غسلت المطيبات ودغري بحطها فوقهم. من بعد ما شلت الزفر عنهم هلا بدي اضيف لهم المطيبات. جهزت عيدان قرفة، وجهزت حبة لومة، وجهزت ورق غار، وجهزت كبش قرنفل، وكمان حبات الفلفل الاسود كم حبة، وحبات هيل 3 حبات. هلا بدي اضيفهم فوقهم.
لانه كتير بتعطيهم طعم ونكهة كتير وريحة طيبة للفروج. من بعد ما ضفت المطيبات هلا بدي غطيهم واتركهم لحتى يستووا منيح، لاني بدي اشيل من المرق تاع الفروج، بدي اضيفهم المغربية. هلا بدي اضيف لهم معلقتين صغار ملح. ما شاء الله الروائح كتير شي بيشهي الروائح. وبعدي طلع المغربية عم بقليها، وهلا صاروا تمام. شفتوا ما ملزقين ببعض وما معجنين. هلا بدي اضيف عليهم مرق الفروج. من بعد ما دقت الفروج ما شاء الله استوى وصار كتير تمام. هيك صاروا كتير تمام. هلا بدي بلش شيل من المرق الدجاج وحط فوقهم. هلا بشيل شي كبشتين تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تاني كبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ببلش حرك فيهم كرمال ما يعجنوا على بعض. ضلني بقلب فيهم بيصيروا تمام. هلا ضلني برجع بشيل نفس الشي كبشتين وبرجع بقلبهم. كمان رجعت شلت كبشتين وحطيتهم فوقهم كمان. ضلني بقلب فيهم هيك كرمال ما يعجنوا على بعض. هلا بضلني بقلب تقريبا شي 5 دقايق وبرجع بضيف المرق كله. بدي صفيه من التوابل اللي من الطيبات اللي بقلبه، نصفيهم ونحط لهم فوق. من بعد ما نشفوا كمان رجعت ضفت لهم كمان كبشتين مرق دجاج، لانه بنطرهم لحتى ينشفوا برجع بضيف لهم. هلا صاروا كتير تمام. هلا بدي ارجع ضيف المرق الدجاج كلهم بعد ما صفيته. خليت شلت التوابل منه. بدي اضيفهم كلهم فوق. بدي اضيف المرق الدجاج المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ريحة المطيبات غير شكل. بدي اضيف لهم البهارات. عندي معلقة كبيرة مغربية، بهار مغربية، وعندي معلقة كبيرة بهار كراوية، وعندي هون قرفة ناعمة، هون نص معلقة صغار، وفلفل اسود وكمون ربع معلقة يعني اكتر بشوي، وهون حطيت شوي صغيرة قرنفل ناعم. هلا بدي خليهم ياخدوا البهارات المغربية، خليت تاخد البهارات كلها. وبدي هلا اضيف البصل لاني قليته اول شي. هلا بدي اضيفه فوقهم كمان هذا البصل. سلقة حمص انا كنت حاطه بالفريزر، شلتهم من بكير شلتهم. هلا بدي اضيفهم تقريبا بيجيلهم شي كبايتين حمص. هلا من بعد ما ضفنا الحمص والبهارات والبصل بدي ضلني احرك فيهم لحتى يختفوا البهارات نهائيا. وبدي اغطيهم وخليهم تقريبا شي ربع ساعة 3 ساعة لحتى نتأكد انه استوت المغربية. هيك كتير تمام. نقصت المي منيح، ما بدي اياها اكتر من هيك تنقص. هلا بدي اضيف الفروج وبخليهم يغلوا غلوتين 3 وبطفي تحت. حبايباتي هذا كان غدانا لليوم. عملت لهم مغربية كتير طيبة صدقوني وطريقة سهلة. بتمنى انه يعجبكم حبايبي، واذا حدا بده يجرب الطريقة يكتب لي بالكومنت لانه فعلا كتير طيبة. ما تنسوني حبايبي باللايك والشير وسبسكرايب.